السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده اول اوردر ليا بعد التورتيه اللي كنت عملتها لبنت اخويا المره اللي فاتت وعجبت ناس كتير الحمد لله يا رب. فطلب مني اوردر وده اول اوردر هعمله، وطبعا هشتغل برضو بالدقيق العادي. انا عامله تورتيه دي 25، وعامله تورتيه مقاس 20، وعملت تورتيه كمان مقاس 18. وفاض من بواقي الكيك عملت اللي هما العلبتين، علبه بتاخد نص كيلو وعلبه بتاخد ربع كيلو. طبعا يعني الحمد لله عملتهم برضو بطريقة سهلة. الخامات كلها كانت في التلاجة، يعني البيض والمحسن والدقيق والمية كله من التلاجة. هنجرب النهاردة الطريقة دي وإن شاء الله يا رب تعجبكم. يعني بصوا حتى بواقي الكيك الحمد لله برضو استغليناها بالخامات بكل حاجة. الموضوع الحمد لله يعني سهل. يعني في الاول الواحد كان مستصعب اول الموضوع، بس يعني الحمد لله. اي نعم باخد وقت شويه في التجليس على ما الحاجه بتظبط معايا، بس والله يعني مش موضوع مش صعب قوي. يعني لو اكيد مع الاستمراريه مع الوقت الدنيا هتظبط اكتر من كده. يعني اللي حابه تعمل مشروع والله وبتبتدي فيه تجمد قلبها حتى تجيب خامات قليله جدا وتشتغل، وان شاء الله يا رب يجعلها فتحه خير عليا وعليكم. يعني عادي دي فيها مجازفه؟ لا مش مجازفه ولا حاجه، لا ده حاجات بسيطه جدا وخامات في البيت. ابدأي بحاجات بسيطه، ما تكلفيش نفسك، حتى جيبي من كل حاجه ربع كده وان شاء الله يعني الدنيا تظبط معاكم. هنسمي الله كده ونبدأ ونقول ايه هنعمل ايه. هنجيبنا 5 بيضات بدرجة حرارة التلاجة. انا هحطهم في التلاجة وحطيت عليهم معلقة محسن ورشة فانيليا و100 جرام سكر. طبعا ضربتهم كويس جدا بالمضرب زي ما احنا بنقول، طبعا احنا ما بنشتغلش بعجان، فربنا يسهل ربنا يكرمني كده وممكن اجيب عجان قريب. لو الدنيا يعني ان شاء الله كده الدنيا ظبطت معايا ممكن اجيب عجان. طبعا المضرب بياخد وقت جدا يا جماعه عن العجان في الشغل. احنا بنضرب طبعا عشان نطلع النتيجه كويسه فبياخد وقت معانا، بناخد اكتر من ربع ساعه ضرب في السبونش عشان يطلع كويس. اول حاجه طبعا انا قلت لكم 5 بيضات، معلقه محسن صغيره، و100 جرام سكر اللي هو كوبايه، ونص كوبايه ميه. طبعا الميه ما بنزلش بيها مره واحده، بنزل ربع في ربع، واول ما تختفي يعني انزل بالربع الاولاني، واول ما تختفي انزل بالربع التاني علشان الفوم بتاعي اللي هو عامله المضرب ده ما يهبطش معايا. بجهز بقى 250 220 جرام دقيق متعدد استخدامات، مش نوع معين. يعني انا عن نفسي بستعمل الكوثر، وبحط عليهم 30 جرام نشا ومعلقه بيكنج باودر صغيره. بنخلهم كويس جدا وبنزل بيهم معلقه معلقه، كل ما معلقه تختفي انزل بالمعلقه التانية، علشان زي ما بقول لكم لو حطينا الدقيق كله مره واحده هيهبط معايا الفوم ده ومش هيديني علو في الصاج، وهتحسي ان السبونج بتاعك هبط ومش حلو خالص. يعني لازم زي ما انت كده، زي ما احنا ماشيين نضرب حاجه حاجه. لو انت بتشتغلي بمضرب زي ما انا بشتغل كده يبقى لازم نمشي واحده واحده، الخطوات واحده واحده كده علشان الفوم ده ما يهبطش. وبتشتغلي الخامات على 3 مرات زي ما انا عملت. ما ينفعش نعمل الكيكه دي يعني بالمضرب، مش لو عملتي حوالي نص كيلو دقيق مش هتطلع معاكي حلوه. انا جربتها قبل كده وما طلعتش حلوه، يبقى عشان كده بنعمله على 3 مرات. نقسم المقادير بتاعتنا على 3 سجان علشان الحاجه تطلع معاكي كويسه والسبونج يطلع هش كده من جوه وما يبقاش مكتوم. طبعا هنشغل الفرن بتاعتنا على درجه حراره 200. انا عندي الفرن بتاعتي بتشتغل على 200 عشان مش عاليه قوي. ال 180 مش بتظبط، فلو انت فرنك ينفع تشغليه على 180 مفيش مشكله. في الرف اللي في النص بتشغلي من فوق لتحت وفوق وتحت. بياخد معاكي قد ايه؟ انا بياخد معايا من يعني 13 دقيقه او 15 دقيقه، مش اكتر من كده. طلع انا عملت كده المقادير دي 3 مرات، يعني ال5 بيضات والدقيق والسكر وكل الخامات اللي انا قلت عليها، كل المقادير دي عملتها 3 مرات. تمام. بنسوي الصاج كويس عشان ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه، وبدخله الفرن. واول ما بيبرد ببتدي ايه اسلكه كده من الجناب واحط له ورق خبز اللي هو ورق الحواوشي ده. بيتباع، انا كنت جايبه ب10 جنيه ولسه فايض مني الحمد لله. فيعني هو بيبقى شويه حلوين يعني بال10 جنيه. بقلب بقى الصاج كده وهبتدي هنقطع. انا هقطع بقى ايه اللي هما ال3 مقادير، يعني هقطع كل صاج 3 مرات، مقاس 25 ومقاس 20 ومقاس 18 من صاج واحد، طبقه واحده والتاني كده والتالت كده، عشان يطلع معايا ال3 طبقات متساويين. تمام. انا كده يعني علبته على الوش عشان يشيل اللي هي الطبقه التلزيق دي زي ما انتم شايفين. هي بتطلع معايا كده بكل سهوله. دي طبعا بتبقى فيها زفاره البيض كله.
بس. وطبعا بجيب بقى القطاعات بتاعتي اللي هشتغل بيها. طبعا انا عندي هنا دي الصينيه مقاس 25، هقطع عليها، هاخد منها اول مقاس كده 25. وعندي القطاعه عندي اللي هي القاعده مقاس 20، هقطع برضو عليها التورتيه التانية مقاس 20. وعندي بقى اللي هم فاضلين دول بحطهم جنب بعض عشان اطلع تورتايه مقاس ايه 18. بقى الكيك هلمها كلها على جنب، هنشتغل بيها في الاخر. نفس برضو القصه هتتكرر، برضو هعمل نفس اللي عملته في الثلاث سجون اللي انا مطلعهم عشان يطلعوا لي المقاسات طبعا كلها. طبعا انت لو هتعملي تورتايه واحده مش هتعملي طبعا الكميه دي كلها، يعني لو تعملي مثلا تورتايه مقاس 18 هتعملي صاج واحد اكيد او صاج اقل من ده. هنضرب بقى الكريم شانتيه. الكريم عندي انا حطيت كوبايتين ميه متلجه على معلقه باستري و100 جرام سكر، بضربهم كويس قوي الاول، وبعد كده انزل بالكريم شانتيه بقى، بنزل بكوبايه، يعني كل كوبايه بتاخد كوبايتين ميه. بعد كده طبعا ده الشربات بتاع السقي اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت، ده كوبايه ميه عليها معلقتين سكر. وجبت القاعده طبعا حطيت عليها اول طبقه، وببتدي افرد بقى الكريمه. بحاول طبعا اوزعها كويس عشان ما تبقاش برده حته عاليه وحته واطيه، وانت شغاله بتشوفي بنفسك الحاجه، يعني انت وانت شغاله بتبقى شايفه بعينيكي الجنب ده عالي، لا الجنب ده مش مظبوط كده. طبعا انا بسرع الفيديو عشان هياخد وقت كبير جدا، فبحاول اسرع معاكم الفيديو كده، انا ما بشتغلش بالسرعه دي. برضو بفرد كده تاني طبقة. وحطيت طبعا الطبقة الأولانية حطيت عليها جيلو مانجا، والطبقة التانية حطيت عليها جيلو فراولة. ده عشان برضو كانوا فايدين من عندي. وطبعا بسقي من الطبقات، وببتدي احط الطبقة التالتة، دي الطبقة اللي على الوش، وبرضو هفردها وهبتدي بقى احط اللي في الجناب. طبعا انا بحط طبقه عاليه الاول، يعني انا بحط طبقه عاليه، طبقه سميكه كده، وعشان وانا بوزع ما ياخدش معايا الطبقه بتاعه الكيك، وفتافيت الكيك ديت بتبوظ الشكل خالص. فانت لما تحطي طبقه كبيره بتتفرد كويس، وبعد كده الزيادات بالسكرابر كده اللي هو المشرشر ده بيشيل كل الزيادات وبيخليها لك طالعه كلها متساويه وطالعه كلها حته واحده. يعني انت لما بتحطي طبقه عاليه من الكريمه، والكريمه لما تكون متماسكه وسهله معاكي في الفرد ولسه عاملاها، ما بتبقاش داخلها هوا ولا فيها فراغات، بتبقى سهله جدا في الشغل، غير ان انت تبقي عاملاها وسبتيها شويه فبتبتدي تبقى فيها هوا، تيجي تفرديها تلاقيها عامله زي نقط كده، فلازم تفضلي تعيدي عليها مره واثنين وثلاثه عشان كلها تبقى سوا واحد. فالاحسن ان انت تشتغلي بالكريمه بعد ما تضربيها على طول. يعني انت لو هتقطعي قطعي الاول واركنيهم، وابتدي اضربي الكريمه واشتغلي على طول في الاثنين او الثلاثه اللي انت عاملاهم. لكن لو هتعملي واحده وهتعمليها وبعد كده ترجعي تقطعي التانية وتشتغلي بالكريمه، او اضربيها ضربه بقى، يعني اديها ضربه كده بالمضرب. احنا سويناها كده، وطبعا انا دخلتها التلاجة شويه عشان لما اجي انزل بالجيلو ما تبقاش سايحه معايا، تبقى متماسكه. وطبعا نضفت البورد بمنديل عشان خاطر بواقي الكريمه اللي كانت في الجناب. وده كده جيلو شوكولاته، ببتدي برضو اوزعه كده على الحروف عشان تنزل اللي هي الشكل ده اللي يتعمل معايا. وببتدي بقى هبتدي بقى احط اللي هي روزيتات من الجناب. طبعا التورتيه دي كانت مطلوبه مني ان هي تبقى فاكهه، وصاحبتها بعتت لي الصوره وانا عملت لها يعني تقريبا اقرب حاجه ليها. عملت بقى روزيتات بالقمع اللي هو بتاع الكلير. طبعا القمع ده اللي هو الكبير، انا بقى هجيب منه الصغير لان حاسه ان هو يعني كبير قوي على يعني لو متهيألي لو روزيتا صغننه شويه كانت هتبقى شكلها احلى. وبعمل بالسكينه كده شكل، يعني بقسم التورتيه كده نصين، وبعد كده بقسمها وارجع اقسمها تاني نصين، وبعد كده اعمل اللي هو علامه فيه ده كده بالسكينه، وبمشي بقى على الرسم. دي اسهل طريقه يعني تطلع لك اللي هو الشكل ده، لو انت هتقدري تظبطي من غير سكينه. بس هو انا بصراحه يعني حبيت اعملها عشان تبقى مظبوطه شويه معايا ما تضايقنيش. طبعا قطعت الكيوي وحطيت عليه جيلو شفاف. وطبعا قطعت برضو الفراوله حطيت عليها جيلو فراوله، وهبتدي بقى ارصهم كده بالمعلقه. طبعا هحاول اظبطهم على قد ما اقدر عشان تديني نفس الشكل، وهحط كل اتنين قصاد بعض يعني هحط الكيوي ده هحط اللي قصادها زيها، وبرده الفراوله هعمل كده في الفراوله. وطبعا انا كنت المفروض ان انا احط فيها مانجا، بس بصراحه والله بعت ابني يجيب لي بس ملقاش، فرحت مقطعه تفاح كان تفاح احمر بس حطيته على الناحيه البيضاء هتشوفي دلوقتي. وده شوكليت شيبس اللي هو الكبير، فيه اللي هو صغير ده كريسبي كده بيتباع عند الراجل، كنت جايبه برضو شويه كذا لون، فانا حطيت منه الاسود عشان يعني انا حاطه الوان، فالاسود يعني هيبقى ظاهر شويه. وطبعا التفاح اللي انا قطعته
اهو حطيته طبعا على الناحيه البيضاء عشان انا كده كده حاطه فراوله من الجنب. انت ممكن بقى اختياري براحتك، اي فاكهه متوفره عندك. مش حابه تعملي فاكهه وتحطي كريسبي، حابه تحطي جيلوهات، الموجود والمتاح، ما تكلفيش نفسك. بس المهم ان لو هتعملي فاكهه تحطي عليها جيلو شفاف للفاكهه اللي هي الكيوي والتفاح. لكن لو مانجا هتحط جيلو مانجا. وده شكل كده كنت جايباه ورق ترانسفير. الراجل كان وانا بشتري حاجات قال لي في حاجات كده قوالب يعني بتتباع جاهزه مش سيليكون، ورقه كده خفيفه خالص. ابقى اوريها لكم. الواحده ب4 جنيه، اشكال كتير. فانا اخترت الشكل ده وطلع شكله الحمد لله كويس. وبعد كده حطيت كريسبي من الجناب. دي تاني تورتايه اللي هي مقاس 20. برضو جبت القاعده وحطيت اول طبقه وحطيت كريم شانتيه وتاني طبقه. طبعا والله انا بسرع لكم الفيديو فعلا عشان ما يبقاش طويل. هي نفس الفكره يعني، الفكره واحده، ان انت برضو بتحطي الطبقات وبتبتدي بقى ايه تجلسي كده من الجناب. تحطي حطيت ال3 طبقات اهو. وطبعا ببتدي اساوي. طبعا لو في مكان بقى ايه ما وصلوش كريمه بحاول ايه ادخله الكريمه بالراحه علشان لما اجي افرد بالسكرابر كده واشيل الزياده ما يطلعش معايا حاجه تكون فيها وصلت للسبونج نفسه فيعمل لي فتافيت على الوش وتبقى شكلها مش حلو. برضو بدخلها التلاجة تشد شويه. وبعد كده بنزل برضو بالجيلو الشوكولاته. طبعا انت براحتك بقى، عايزه تعملي جيلو شوكولاته، تعملي مانجا، تعملي فراوله، زي ما انتوا عايزين. وطبعا انا قلت عشان الشكل يبقى مختلف شويه للتورتيه التانية، فروحت جايبه لون كده. كان عندي لون اورنج حبيت احط منه نقطتين فاداني اللي هو الفاتح خالص، عشان يبقى يعني مش ما يبقاش كله ابيض. يعني لو كان عندي الالوان تانية كنت حطيت برضو. وابتديت اعمل برضو اللي هو الروزيتات ديت. وابتديت اعمل اللي هو الشكل نفس الشكل اللي هو كان مطلوب. وبرضو جبت الكيوي وجبت الفراولة برضو كانوا عليهم برضو اللي هو الجيلهات بتاعتهم. وده كريسبي عشان دول 6 مش 8. المرة اللي فاتت كانت عملنا الرسمة كانت 8 فحطينا مكان للتفاح. ودي برضو شكل شوكولاتة كنت مسيحاها اي شكل بقى انتوا عايزينه. ودي التورتايه الثالثه اللي هي مقاس 18. برضو جبت القاعده وقاعده 20. طبعا انا بحط عشان قاعده فلات بحط مقاس اكبر شويه عشان اعرف امسك منه التورتايه واعرف اشيلها واحطها. لكن لو انت عامله قاعده عاليه بتجيبي نفس المقاس بالظبط. يعني لو هتشتغل على قاعده عاليه، لو بتشتغلي في تورتايه 18 يبقى لازم تبقى القاعده مقاس 18. هتشتغلي في مقاس 20 يبقى القاعده 20، لان القاعده بتبقى عاليه فتقدري تتحكمي فيها. لكن دي فلات فلازم تبقى كبيره شويه. برضو نفس القصة كده. برضو عملت الكريمة وحاولت برضو اوزع من الجناب علشان لو في فراغات او في حاجة. وطبعا كل مرة الكريمة بركنها جنبي، يا اما بديها ضربة بالمضرب يا اما زي ما انا بالمعلقة السيليكون دي بلفها لفتين كده اطلع منها الهواء. لان لما لو اشتغلت فيها، انا اشتغلت في واحدة قبل كده كان غلبتني يعني وخدت مني وقت. فانت طبعا لو تشتغلي الاحسن ان انت تشتغلي في الكريم شانتيه بعد ما تضربيه على طول، يا اما بين كل تورتايه وتورتايه تديله ضربة كده بالمضرب بس. وبنشيل الزيادات طبعا بالسكرابر. طبعا السكرابر ده يعني الصغير ده الموف حلو جدا، اللي هو بيشيل لك الفراغات اللي فيه دي، بتخلي الكريمه الزياده كلها تتشال، فبيبقى حلو جدا يعني. برضو نفس الروزيتات اللي عملتها اللي هو بالجيلو وشوكولاته، عشان هم اللي كانوا قايلين لي عايزين الجيلوات اللي من الجنب دي كلها شوكولاته. برضو عملت روزيتات. بس طبعا انا حطيت المره دي اللون افتح شويه. انا حطيت ابيض على اللي كان فايض من الاورنج، فيعني اداني اللي هو تحس انه اوف وايت شويه مش اورنج قوي مش صريح يعني. وبعد كده عملت روزيتا كده وحطيت عليها اللي هو الكونو، واحده كونو. وكنت عامله شوكولاته اللي هي في شوكولاته مسيحاها اللي هي الشباك دي. بس طبعا عشان كنت حطاها في الفريزر ما جيت ادخلها كده اوقفها لقيتها مش هتنفع. رحت حاطه لها روزيتات كده وقفتها. وجبت اللي هو الكريسبي الاسود دوت وابتديت اوزعه على التورتايه كده بالشكل ده. وبعد كده طبعا الكيك اللي فضل رصيته في علبتين بس بصراحه ما صورتش ده. وحطيت برضو الشكل اللي هو الجيلوهات دي شوكولاته وكريمه. والناحيه التانية كان فايض مني فراوله، رحت حطاها زي ما هي كده على الوش وخلاص. ما كانش فيها فكره يعني ولا فيها حاجه. وكانت مسيحه برضو شوكولاته عامله شكل معلقه. حطيتها كده بالمنظر ده. حطيت 2 كون ورشيت عليهم برضو شويه شوكليت شيبس. ودي اللي هي اللي بقول لكم عليها اللي كان فايض شوكولاته عندي، فايض فراوله عليها جيلو فراوله. ورحت حطها على الوش. وده كانت النتيجه اللي انا عملتها النهارده. 3 تورتيات اللي مقاس 25 ومقاس 20 ومقاس 18، والاثنين تورته العلبه اللي هم الصغيرين.
ويا رب يكون عجبكم الفيديو ويكون استفدتوا منه، وتقولوا لي كده رأيكم فيه، يعني اكمل ولا اقف لكده، ولا يعني النتيجة كويسة ولا لا. وشكرا ليكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك. عايزة تشجيع كده، يا رب الحاجة تبقى سهلة وبسيطة وتعجبكم. واللي نفسها تفكر كده ان هي تشتغل زي ما انا اشتغلت، ربنا يكرمها ويعني يجعلها فتحة خير عليا وعليكم يا رب. وشكرا لكم.